من حلقه السوبر اللي فات وحلقه الاهلي اللي فاتت انا في حاجه هموت واعملها وما لحقتش اعملها عشان الماتش خلص للزمالك. فالحلقه دي ربنا كرمني وانا هموت واعملها الصراحه. يلا نعملها. ده 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 الاسطوره ده، يعني ارحمنا من كميه حاجات حصلت، ارحمنا من زيطه، ارحمنا من كميه يعني سف يعني حاجات حصلت احنا شفناها في السوبر الافريقي. مش هنقارن السوبر الافريقي بدوري ابطال افريقيا، بس بجد هم قارنوه ودوت حمنا كتير قوي. فبجد والله رجوله رجوله والله مهما عملت هتفضل هنا اهو، هنا اهو كده، هنا اهو. فوالله خليك ورا وهتفضل الحلقه دي والحلقه الجايه واللي بعديه، الحلقه كلها هيفضل قفشه قفشه موجود في كل حته، موجود في كل حته. يعني ممكن احط بوستر على قفشه ورا كده باللي حصل والله. يلا نخش في الحلقه. طب نبدا الاول بالجون بتاع الزمالك. انا شايف يا معلم ان هي جون، شايف ان هي مش اوفسايد. كل الماتش او كل ضربات الجزاء او اي حاجه حصلت في الماتش بتيجي من كذا زاويه، فانت الجون المترتب عليه في الماتش تجيبولي من زاويه واحده ومش باينه وزاويه بعيده. فمعلم حاجه من الفار حسبها جون، حسبها اوفسايد، القرار خطا، القرار صح، القرار كل يا معلم. انا مش شايف او الحكم مش شايف ان هو يديني قرار صحيح. فانت كل الماتش حرفيا او كل ضربات الجزاء طلعت من كذا زاويه، الجون الوحيد اللي دخل تحسبه من زاويه واحده. القرار ده لو العكس والاهلي جاب جون حرفيا، لا يا معلم هتبقى دغدغه. هتشوف بقى يا اسطى ان في كميه حاجات هتحصل. يعني ربنا يستر بقى في اللي جاي. واعتقد ان امير عمر ممكن لو الزمالك عمل مشكله ممكن يحصل له مشاكل كتير قوي في تحكيم، اذا كان الزمالك ولا في الدوري المصري في العموم. نروح لضربه الجزاء. وضربه الجزاء انا شايف ان هي ما فيهاش اي حاجه، لان الاثنين داخلين يلتحموا على الكوره. ضربه الجزاء بتاعت ناصر ماهر انا شايفها قرار صحيح جدا، والحكم كان قريب جدا انه يحسب ضربه جزاء. اعتقد ده ماتش قليل قوي اما يحسب فيه ضربه جزاء زي دي. طب نسيبنا بقى من القرارات التحكيميه ونروح الحته بتاعت الماتش. الحته بتاعت الماتش انا عندي في حاجتين للاهلي. اول حاجه انك فضيت نص ملعبك وخرجت الوحيد اللي ينفع يبقى ديستروير او ينفع يبقى كساحه ارقام بتشيل اي حاجه وراه، هو كوكا، ونزلت مكانه السوليه. وطلعت امام اللي هو ممكن يبقى شويه احسن بكتير من قفشه انه بيدافع، ونزلت مكانه قفشه. انت فضيت نص ملعبك من حيث الدفاع. ما بانتش في الماتش لانك كنت ماسك كوره، بس الزمالك حرفيا لو كان مسك كوره بجنيه ونص انت كنت هتتسوح تسويحه بنت لذينه، لان انت يا معلم كنت هتبقى ورا. احنا على طول كنا بنشوف السوليه وحمدي وديانج، السوليه وحمدي ومروان، السوليه وحمدي وقفشه، في ديستروير ورا اللي هو حمدي او ديانج. فانت في جساحه بتشيل اي حاجه ورا. كاسيميرو يا معلم، احنا على طول بنشوف في مدريد كاسيميرو ومودريتش وكروس، في حد منهم ورا خالص بيفضي الدنيا ويخش يا معلم ياخد الكوره مهما كان، هياخد بقى فاول، هيعطل هجمه، هياخد كوره، هياخد اي حاجه، بس حرفيا بيشيل الدنيا ورا. انت حرفيا مفيش بقى الواحد ده. قفشه دول دفاعي يكاد يكون 30%. مروان دول دفاعي مش قوي خالص. عندك السوليه اللي انت نزلته دول دفاعي ضعيف، موجود بس ضعيف. فانت يا معلم الثلاثي اللي عندك نص الملعب دفاعيا مش اقوياء. انت كنت هنا محتاج تمسك كوره اللي انت عملتها، فدي كانت صح، بس انك بتاخد ريسك وتفضي الملعب قدام الزمالك فما اعتقدش انها صح. الحته التانيه من كولر انك يا معلم الجنون هنا او تعريف الجنون انك بتعمل حاجه مرتين متتاليتين وتفكر ان هم صح او مستنيين منهم النتيجه مختلفه. لا يا معلم، هو مفيش نتيجه مختلفه. ايه هديت الله من اول الماتش ليه قدام الزمالك دخل شاب بيلان وضيعه. يوسف ايمن اول ماتش ليه او اوائل الماتشات ليه دخل شاب بيلان قدام الزمالك وضيعها. انت منتظر ايه؟ انت ليه بتهدم الولد؟ انت لسه اول ماتش، محدش كان حاطط في حساباته ان يوسف ايمن هينزل. يوسف ايمن نفسه ما كانش عارف ان هو هيلعب. فانت ليه يا معلم والله بتطلعه وتلعبه وانت عارف ان انت ممكن يحصل فيه مشكله؟ فليه يا معلم اللي انا اخد ريسك ان انا ممكن العب يوسف ايمن وخلينا اخليه يشوف بيلان؟ وحشه قوي. انا اتفهمت رضا سليم، ضيعها، واتفهمت رضا سليم، بس رضا سليم موجود يا معلم معانا بقاله كتير، عنده حساسيه انه ممكن ينزل يحط بيلان وعادي. انما يوسف ايمن اول ماتش ليه يا معلم، على الاقل رضا سليم لو عنده رصيد 1% للجمهور الجمهور هيسيب له، بس يا معلم انا لسه اول ماتش، انا لسه المفروض انزل اثبت نفسي بضيع بيلان. رضا سليم هو خلاص اثبت نفسه وباين ان هو ما ربنا يعينه يعني، بس ليه يوسف ايمن يا معلم؟
يعني بجد والله رساله الامام يا معلم، انت لو هتفضل كده فانت ما اعتقدش انك هتروح منتخب، وما اعتقدش انك يعني هتلعب كتير في الاهلي، لان انت عندك كميه لعيبه راجعه. يعني كوكا اثبت نفسه، اكرم هيرجع تاني يلعب، قفشه هو حرفيا قفشه مستني فرصه انه ينزل يا معلم، وانا مش هطلع تاني من الملعب. فامان بجد لو فضل بالمستوى ده، هو بقاله شهرين، لو فضل كده امام حرفيا هيقعد على الدكه مش هيشمها تاني. طيب اخر 3 حاجات، والتلات حاجات اللي نفسي اشوفهم. اول حاجه ان انا فعلا شايف ان انا محتاج كهربا. مش محتاج كهربا كشخص، انا محتاج لعيب مفاق. هقول لك ليه مش محتاجه كشخص في اخر الفيديو. بس انا محتاج لعيب مفاق، محتاج لعيب ما بيهمتش في الملعب، بيعتمد على كل كوره، بيلتحم في كل كوره، مش خايف على نفسه، لا بيموت نفسه على اي كوره، مش سريع كفايه بس يا معلم هو هتلاقيه رايح مع اي حد في اي حته. الكوره طول ما هي قدام هتلاقيه بيجي ورا اللعيبه. انا محتاج ده. في ماتشات ببقى محتاج ده، مش لازم محتاج وسام اللي هو سترايكر فوكس ان ذا بوكس بيحط لي اي كوره من جوه ال 18، ودي هنتكلم عليها انه بيضيع كميه فرص. الوقت ده في كميه فرص بتحصل في الاهلي يا معلم. انت عندك ماتشات جايه، انت حرفيا لو ما استغلتش كل فرصه انت هتروح في داهيه. فبجد والله انت محتاجين نستغل كل فرصه، ودي كانت النقطه الجايه، ان انت بتضيع فرص كتير قوي. هتروح تقابل العين دلوقتي اللي انت مجبر انك تعديها في كاس الانتركونتيننتال. فانت محتاج انك حرفيا تعدي فريق زي العين، وفريق زي العين قوي، فريق زي العين مش ضعيف، هو فريق زي العين قوي جدا، بس هو جايلك على ارضك، فانت وسط ارضك وسط جمهورك والاستاد مملي لان التذاكر خلصت. فحرفيا مسا انت المفروض تبقى اون فاير يعني. اخر حاجه وبجد بجد يعني الشناوي كسب ماتش، كان سبب من الاسباب اللي احنا كسبنا الماتش، بس يا رب ما اشوف الشناوي بيلعب تاني. ده بجد والله، لان احنا شفنا كلنا شفنا يا معلم، والله كلنا شفنا شوبير كان حلو ازاي في ماتش زي ماتش سيراميكا يا معلم. شوبير حارس، انت دورك انك تطلعهولي، ودورك انه يلعب اساسي، لان خلاص يا معلم انا يا معلم الشناوي بيحاول يمسك كوره ضربه جزاء كانت ممكن تكسبك الماتش من ناصر منسي. بتمسك الكوره ما تضمنها يا صاحبي، انت بتاخد اللقطه، انت عبيط يا ابني ليه؟ ما تطلعها يا اسطى، ما تطلعها. انت بتحاول تمسكها، انت بتحاول تمسك تخليها معاك ليه يا اسطى؟ فبجد والله الشناوي خلاص يا معلم بقى، يعني عايز تجدد له جدد له، بس انت معرفه انك هتقعد دكه في ماتشات كتيره، تنزله في ماتش كاس، تنزله في ماتش دوري، تعمله كعامل خبره ككابتن الفريق، ما عنديش اي مشكله، بس انه يلعب اساسي انا محتاج اشوف بقى الشناوي يقعد دكه وننزل بحد غيره. الشناوي كسبنا، بس انا لسه عند رايي ان الشناوي فعلا ما جاتش عليه فرص خطيره، ولا والضربه الجزاء اللي كان ممكن تصد، وبرضه بيروح على كل كوره يا معلم، الكوره كانت كلها صعبه، بس الكوره الوحيده اللي كنت ممكن تقدر تصدها وتقدر تمسكها او تقدر تطلعها في العموم في المطلق يعني هو كوره ناصر منسي، اللي انت حاولت تمسكها وما عرفتش تمسكها فدخل الجون، فكانت ممكن تضيع الماتش، فمالهاش لازمه، كنت هتشيل الليله، كنت هتلم الدنيا. فدي كانت كل حاجه الاهلي والزمالك اللي انا مبسوط بيها، وما حبيتش اطلع كميه عيوب، بس حبيت اطلع كميه عيوب صغيره باينه، بس في اخر عيب انا هموت واتكلم عليه ومش هوصه، عشان عندي كميه مشاكل في حته اللقطات، او في حته اللعيبه اللي بتيجي عشان لقطه. اللعيبه بتيجي عشان لقطه يا معلم والله، زي لعيب زي امام ولعيب زي كهربا اللي انا لسه بقول لك من شويه بنفسي يلعب، بس انا نفسي يلعب لعيب زي كهربا، ما نفسيش يلعب كهربا، ما كانش ينفع نفسي، ما كنتش حابب انه يبقى في الاهلي، ما كنتش حابب ان امام يبقى في الاهلي. امام وكهربا نوعيه لعيبه مش بتاعتنا يا معلم. امام وكهربا لعيبه بتاخد اللقطه، لعيبه بتحب تاخد الشو، لعيبه بتحب تاخد السوكسي، فما اعتقدش ان هم ينفعوا يلعبوا في الاهلي، ما ينفعش يبقوا موجودين كده في نادي زي النادي الاهلي يا معلم. ماشي، عارف ان الاهلي بياخد بطولات، وعارف ان كواليتي امام كواليتي كهربا او كواليتي امام بالذات هي ممتازه، واتمنى تكون في فريقي، بس عليك امام وعليك كهربا ما اتمناش تكون في فريقي. الكواليتي مش كل حاجه يا معلم، هو عند ادريانو مثلا كان كواليتي جامد فشخ، لعيب مثلا زي رونالدينيو كان كواليتي جامد فشخ، مارادونا كان، بس بعدين بقى يا معلم هم عليا ما جوش، عليا صفر. فبجد اللعيبه دي ما اتمناش ان اكون في الاهلي، اللعيبه دي يا رب نشوف يعني عليها بتتحسن، او لعيبه بتقعد دكه، او لعيبه ما بتلعبش او مش موجوده في النادي، فاتمنى ما نجيبهمش تاني. فبس دي كانت كل حلقه، مش هعمل شيء ولا بس ولا فعل دي. ومبروك الاهلي ومبروك للزمالك، ومبروك قوي 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 الاهلي
سلام.